فيلم الغندورة سنة 1935، وحكاية سلطانة الطرب اللي اعتزلت بسبب أم كلثوم. فيلم الغندورة تالت فيلم للمخرج الإيطالي ماريو فولبي بعد أول فيلم ليه أنشودة الفؤاد بطولة نادرة سنة 32 حلقة 27، وفيلم الاتهام مع بهيجة حافظ سنة 34 حلقة 40. الفيلم بطولة أميرة الطرب الست منيرة المهدية، وهو أول وآخر فيلم ليها في تاريخ السينما. الفيلم قصة وحوار بديع خيري، سيناريو موريس قصيري، المؤلف المصري اللي ملوش أعمال كتير، إنتاج بروسبيري فيلم. فيلم الغندورة عملته منيرة المهدية كمحاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من نجوميتها اللي طفاها ظهور أم كلثوم على الساحة. قصة الفيلم: جمال تاجر بيسافر بغداد مع عمه جحا للتجارة. جمال بيتعرف على الغندورة البنت القروية الجميلة، بيقع في حبها وهي بتحبه. جمال بيفاتح عمه جحا انه عايز يتجوز الغندورة، ولما عمه بيعرف ان الغندورة مجهولة الاب بيرفض، وبيروح العم جحا يقابل الغندورة عشان يقنعها تبعد عن جمال وتضحي بحبها عشان مصلحته. نصر الله عم جمال الكبير بيوصل بغداد ومعاه مراته وبنت اخته شاهندة اللي بتحاول تتقرب من جمال اللي بيحب الغندورة. نصر الله بيعرف من اخوه جحا ان جمال مرتبط بالغندورة اللي ابوها مجهول، بيروح هو كمان للغندورة عشان يبعدها عن جمال. والمفاجأة بقى ان نصر الله بيكتشف ان الغندورة تبقى بنته. شوف الصدف، بيعرف انها بنته من السلسلة اللي لابساها. طبعا الكل بيغير رأيه وبيوافقوا على جواز جمال من بنت عمه الغندورة. فيلم الغندورة اتعرض في اكتوبر سنة 35 في سينما الكوزموجراف الامريكاني في اسكندرية، وفي سينما حديقة الازبكية في القاهرة. حكاية سلطانة الطرب اللي اعتزلت بسبب ام كلثوم: حرج عليا بابا، الحب دح دح والهجر كخ كخ، اسمر ملك روحي، اتمختاري يا حلوه، تعالى بالعجل. الست منيرة المهدية يعني اول ست تقف على خشبة المسرح في مصر والوطن العربي، واول مطربة عربية يتسجل لها اسطوانات موسيقية. الست منيرة ملكة التخت الشرقي، اشتهرت في مسارح الأزبكية سنة 1915، اتربعت على عرش الأغنية والطقطوقة أكتر من 35 سنة. اسمها الحقيقي زكية حسن منصور، مواليد قرية المهدية مركز هيهيا محافظة الشرقية سنة 1885. بدأت حياتها تحيي حفلات في الزقازيق، وفي يوم شافها راجل صاحب مقهى صغيرة في القاهرة، أعجب بصوتها وأقنعها تسافر معاه، وفعلا راحت واتعرفت واشتهرت ولقبوها بسلطانة الطرب. سابته وكونت فرقة استعراضية خاصة بيها، وفتحت قهوة بمسرح كبير وسمته نزهة النفوس. الصحافة أطلقت عليها هواء الحرية. نزهة النفوس اتحولت لملتقى رجال الفكر والسياسة والصحافة نتيجة شخصيتها القوية والمؤثرة. منيرة أول ست تقف على خشبة المسرح، انضمت لفرقة عزيز عيد المسرحية، وكانت بتلعب الأدوار الرجالي رغم إن اسمها كان بيتكتب على الأفيش الممثلة الأولى، وكانت السبب في إقبال الجمهور على مسرح عزيز عيد، وبقى منافس لفرقة سلامة حجازي. سابت الفرقة وكونت فرقة مسرحية خاصة بيها كان ليها دور كبير في الحركة المسرحية. صداقتها مع أمير الشعراء أحمد شوقي هي اللي فتحت أبواب المجد للموسيقار محمد عبد الوهاب. منيرة اكتشفت محمد عبد الوهاب وقدمته للجمهور لما أسندت له تلحين الفصل الثالث لمسرحيتها، وأسندت له دور البطولة قدامها. منيرة سافرت في رحلات فنية في الدول العربية، وحازت إعجاب الجمهور العربي في الوطن العربي لدرجة إن شركة دخان سورية طبعت صورتها على علب السجاير وسموها سجاير منيرة. منيرة المهدية كان ليها دور وطني بتقدمه من خلال مسرحياتها وأغانيها الوطنية اللي كانت بتحمس الجماهير في ثورة 19، ووصلت درجة نفوذها لدرجة إن الإنجليز أمروا بقفل المقاهي ومحدش اتجرأ يقرب من نزهة النفوس اللي خرج منها الأغاني الوطنية اللي بتحرض على الاستقلال. وفجأة سقط عرش السلطانة بظهور أم كلثوم، وعملت فيلم الغندورة كمحاولة تعيد بيها مجدها، لكن كان فات الأوان. اعتزلت الفن فترة كبيرة، وبعد 20 سنة من اعتزالها قررت ترجع للمسرح، لكن للأسف فات الميعاد.
وام كلثوم كانت سيطرت على الساحة الفنية. منيرة اعتزلت نهائيا واتفرغت لهوايتها في تربية الحيوانات الأليفة، وتوفت سنة 1965 سايبة تراث فني حفر اسمها في تاريخ الفن. الله يرحمك يا ست منيرة ويرحم أيامك. تابعونا.